هذا البرنامج برعاية ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين، واستكمالا باحتفالنا بشهر رمضان الكريم، لأنه دي الحقيقة احنا هناخد أجازة في شهر رمضان، فدي آخر حلقة هتتذاع إن شاء الله قبل شهر رمضان. هنتكلم النهاردة مع الدكتورة هالة سكر عن روحانيات رمضان. طبعا اللوك اللي احنا عاملينه من أول الحلقة ده احنا يعني بنشكر محلات مثللي، الأستاذة ميادة عبد القادر هي اللي عاملة لنا اللوك الجميل ده والعبايات المختلفة. يا رب نكون شكلنا حلو. دكتور هالة هتكلمينا عن ايه النهارده؟ هكلمكم عن رمضان. مساء الخير يا داليا. الحمد لله افتكرتيني. مساء الخير يا داليا. دخلت على طول يا جماعه، دخلت على طول. انا عايزه اللوك لداليا كده. بص لا يعني كمان بص منوره قمر حقيقي، يعني احنا لازم نشكرها طبعا على الشغل الجميل المميز والكواليتي والماتيريال تحفه. مساء الخير دكتور. مساء الفل وكل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب، وبالتالي احلى واحده كالعاده. بالتالي لازم هي حلوه في كل حاجه. ربنا يكرمكم يا رب. محضره لنا ايه بقى النهارده نتكلم عنه، بما ان احنا يعني خلاص ايام بسيطه ايام ونبقى في رمضان. فاكرين واحنا صغيرين كنا بنقول ايه؟ كنا بنمسك الفوانيس كده ونقول ايه؟ وحوي يا وحوي ايه الياح. عارفين يعني ايه؟ لا. او جت منين؟ ايه دي؟ ليها قصه. طبعا ليها قصه. وبنقولها كده، الاطفال كانوا بيقولوها دايما. وحوي يا وحوي، هو بيقال ان هي حاجه كلمه فرعونيه. اياحه دي برضو دي الملكه ياحة تب ام احمس، والدة احمس. حروف غريبه يعني تحسيها فهي هي اللي شجعت ابنها احمس انه يقود المعركه ويطلع الهكسوس من مصر. صحيح. فانه وحوي يعني اهلا، فتحيه ليها. وفي اقاويل تانية بتقول ان هي كلمات قبطيه. وحوي اقترب، والياحة معناها الهلال، فاقتربوا لرؤية الهلال رمضان. اللغة عموما واخدة من اللغة من الفرعونية بالظبط. فهم الاثنين نفس المعنى. وكنا بنقول ايه تاني؟ بنقول ايه التانية؟ حلو يا حلو، رمضان كريم يا حلو. برضو حلو يا حلو دي لها أصول. كان المعز بدين الله الفاطمي في الدولة الفاطمية جاي القاهرة، فجوهر الصقل طلع في موكب علشان يستقبلوه. فكان في أطفال، فالكلمة دي أصلا معناها الشيخ الكبير، كبير سنا ومقاما، فهم بيستقبلوه بالكلام ده. وبالمناسبة حكاية الفانوس برضو مرتبطة بالحدث ده، بالفاطميين، لأنه هو برضو في استقباله أناروا الطرق كلها بالفوانيس وبالمشاعل. واللقاء ده كان يوم 7 رمضان. حضوره للقاهرة كان يوم 7 رمضان، ففضلت الفوانيس دي متنورة طول رمضان. فوانيس بتعمل سعادة. أنا شخصيا ارتباطي بالفانوس أول ما بشوفه
ويبدا ينزل في المحلات بحس بسعاده. صحيح. ازاي نبقى سعداء في رمضان؟ لا مش الأجواء لا احنا لازم نبقى الرمضانية. صادقه كل طبعا اكيد، بس احنا عايزين بقى لازم نبقى المشاهدين يبقوا سعداء اسعد في كل يبقوا الأوقات. اسعد. فكره سعداء مش فكره سعداء، ازاي نجهز نفسنا الاستعدادات يعني رمضان. لروحانيات رمضان ان احنا نستغلها باكبر قدر ممكن. هو رمضان طبعا عايزين شهر رمضاننا يبقى سكر يعني. مميز جدا لانه انزل فيه القرآن، وفي حاجة تانية مش موجودة في اي وقت تاني، ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. 1000 شهر دي لو حسبناها هنلاقيها حوالي 83 سنة. فأنت أي خير بتعمليه، أي ركعة بيضاعف كأنها كأنك عمرك كله ب 83 سنة عمرك كله بالظبط. يعني تقلها. طبعا ما يجيش حد يقول لي يعني خلاص اقيم ليله القدر وما صليش بعد كده. بس هو رمضان يعني شهر الرحمه، شهر المغفره، شهر العتق من النيران. فعلى قدر الامكان نستغل شهر رمضان ونعمل ونكثر من الخير ومن الصدقات او من الصلاه وقيام الليل. بس في سؤال يعني مجنني. يعني المفروض ان في شهر رمضان الشياطين يعني بيكبلوا. أيوة. مفيش الجرايم والحاجات اللي بتحصل في رمضان دي بتحصل بسبب ايه؟ سؤال منتشر جدا، عارفه يا داليا ناس كتير الحكايه دي بتقلقهم جدا. طب انا يعني ايه، يعني اقرا لكم بس كام ايه كده. اولهم المعروفه والمنتشره: ان النفس لاماره بالسوء الا من رحم ربي. صحيح. اذا النفس. طيب ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. نعم. فدول آيتين واضحين جدا. اوكي. بتقول انه النفس، الشياطين مكبلة انما النفس مش مكبلة. يعني نفسنا احنا هي اللي لازم نعمل عليها كنترول، اللي لازم نهذبها. أيوة. فهي النفس دي اللي بتخلي الناس احيانا تعمل حاجات غلط، تعمل جرايم، تعمل مش الشياطين بس. فهو ده النفس. فعشان كده يعني اهو ألهمها فجورها، وفجورها الاول وتقواها. طب في بعض التصرفات كده دكتور يعني لازم برضو حضرتك تشيري اليها، وخاصه يعني قبل الفطار، يعني وبالنسبه للرجال المدخنين والخناقه بقى يعني. وفاكرين طبعا السكتش الشهير بتاع فؤاد المهندس. جميل فؤاد المهندس. جميله الشويكار. يا اخوات يا نصايب يعني عندهم 100 صنف وبرضه هو مصير فين ويتخانقوا ساعه الفطار. ما هو دي بقى يعني ايه، دي التحضير الروحي المفروض. يعني في رجب وشعبان قبل رمضان من الحاجات اللطيفه. ما هو رجب وشعبان كمان أشهر مهمة جدا، ويوصي بالصيام فيهم كل اثنين وخميس مثلا. فده تدريب. طب ما ناخد الأمور بالتدريج علشان ما تجيش فجأة في رمضان ان انت تبطل سجاير. او هو انت المفروض تبطل سجاير في كل الأحوال طبعا. يعني بغض النظر. وبالعكس يعني أنا بقول دايما فرصة رمضان انه انت بتقدر تعمل كنترول اهو شهر. تدريب، تعمل تدريب. انتوا عارفين في ميزه كمان انه السنه دي الشعب المصري كله هيبدا صيام مع بعضه، مسيحيين ومسلمين. هيبقى صحيح. كل الناس صايمه والروحانيات هتبقى عاليه جدا. يا ريت كلنا طبعا يعني نستغل ده. ما هو استحضار بقى الروح، انه انا عندي صفات مثلا مش كويسه عايزه اغيرها. اذا كان مثلا زي ما داليا بتقولي التدخين، صحيح، اذا كان العصبيه. اذا كان الحاله النفسيه بقى والتوازن بالظبط. نعملها ازاي؟ نعملها ازاي؟ فاكرين اول حلقه لما اتكلمنا عن التوازن قلنا ايه؟ اول ركن في اركان التوازن الناحيه الروحانيه. حتى قلت لكم فالناحيه الروحانيه دي احنا هنلاقي احلى من شهر رمضان نمارس فيه الروحانيات دي. لا طبعا فرصه ان كلنا عندنا. يا ريت نفضل باخلاق رمضان طول السنه اللي هو الطبق ده رايح من البيت ده للبيت ده. وبعدين
يعني انا يمكن عايزه اقول اوصي بحاجه، يمكن ناس كتير تقول طبق ايه ده، الدنيا غاليه والحياه مش عارف حاجه ايه، بسيطه صدقي، مش بس يعني حاجه بسيطه، ولمه العيله. اوعوا تحرموا نفسكم من لمه العيله. كل واحد يجيب طبق معاه بالظبط. ونتلم كل مره مش شرط حد حسب حد. مش في شرط الوقت ده، يعني اللي صحيح. بيشتكوا بيقول بالظبط، ايه مش يا شرط. جماعه كل حاجه غاليه والاسعار واللحوم، اوكي، بس لو احنا عملنا جاذرين كده بالظبط. وكل كل واحد واحدة عمل صنف، بالظبط. هتعملي يعني ممكن تبقى زي يعني الديش بارتي. هتعملي ايه يا شيماء؟ شيماء؟ الديش بارتي لو احنا لسه لو بنقول احنا هي مش في داليا الديش، كل واحد عزمانه يجيب. من واحنا تحت كانت لسه داليا انا عزمانه. اقول لك لا انا ما جيتش. لا فعلا لازم بعض ونتزور ويعني بالظبط. نحافظ على الطبق ده. على فكره الطبق ده بيلف قيمته كبيره طبعاً، معنويا، طبعاً. بيمثل حاجه كبيره قوي ان انت تشاركني وانا اشاركك وجاري يشاركني وانا اردها له، واللي في بيتي في بيتك واللي في بيتك في بيتي، ليه معنى فعلا كبير. طبعا ما هي دي روحانيات في السلوكيات، صحيح. مش بس العبادات. تهذيب للنفس. ومش بس العبادات، يعني العبادات مسألة ما فيهاش جدال ولازم نعملها، يعني دي فرصة، ده في عروض رهيبة في رمضان كل ليلة. ربنا يعني ناس بتعتق رقباتها من النار، ابواب الرحمه للجميع وللكافه نستغلها. يعني لو الواحد لو ما طلعش من رمضان ربنا عاتق رقبته من النار، صحيح. يبقى خسران. انا بحسه ساعات شحن بطاريات السنه كلها. طبعا. يعني انا بقعد السنه كلها يعني على الشحن الروحاني اللي موجود في رمضان ده يقضيني طبعا. يجي يخلص قبل رمضان كده، يبقى الواحد مستني رمضان وعايز بالظبط، عايز يشحن. ما احنا بنقول ايه، اللهم بلغنا رمضان. صحيح. يعني دي امنيه ونقعد نعدله امنيه وتمني، وانه يعني لانه رمضان ده بيغسلنا المفروض. اقصد نعدله باليوم، يعني باقي 300 يوم باقي نبدا بقى فعلا. وبعدين كمان ايه، يعني عايزه اطمن الستات البيوت الامهات التعبانه، يقول لك انا ما بقدرش مثلا اصلي صلاه التراويح كلها، انا ما اقدرش. على فكره كونك ان انت بتقفي في المطبخ تعملي اكل وانت صايمه لاولادك لجوزك ليلي، ده في حد ذاته اجر. صح. فما تقلقيش ما تخافيش، يعني كل حاجه حتى لها اجرها. ركعتين. وبعدين في المساجد بيحطوا كراسي لكبار السن وللمرضى. بالظبط. يعني وحتى الست ما على فكره تثقلش على نفسها، يعني اللي بيقول المرأة انا هي ما بقدرش اصلي هي مش مضطره تنزل المسجد. المرأة بالعكس احسن لا ربنا لها فعلا شايل انها تكاليف تصلي كتير في البيت. وبعدين على فكره كمان يعني برضو من احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الواحد مش كل النوافل تكون في الجامع، يعني بترك النوافل في البيت، النوافل في البيت في البيت عشان البيت يكون فيه بركه، يعني لا تجعلوا بيوتكم يعني خربه. بالظبط. فيما معناها ان ما فيش صلاه فيها، وان انا بروح اصلي في المسجد وباجري فاكر ان انا كده ربنا هيديني ثواب اكبر. حتى الرجاله بيصلوا الفرض في المسجد، ويفضل يصلوا النوافل في البيت، يجمعوا الاسره ويأمهم. انا بتعجبني قوي فكره اللي كنتي لسه بتتكلمي فيها، فكره استحضار النيه. يعني انا وانا بعمل الفطار وانا عندي عزومه وانا بعمل لاولادي حاجه، لو انا بغسل حاجه، انا مستحضره النيه انها لله وانه شهر كريم. ده في حد ذاته بيعلي الروحانيات. طبعا استحضار هو ده الاساس من اول عشان كده احنا بالليل كمان بننوي، او في بدايه رمضان ننوي ان احنا هنصوم الشهر. بتنوي تصومي الشهر، بتنزلي تجيبي الزبادي او تعمليه في البيت، والخيار والسحور والحاجات الجميله بتاعتنا. بس مش هنحس بعطش يعني في رمضان السنه دي الجو هيكون لطيف، يعني الحمد لله السنه دي والسنه الجايه وشويه سنين كده قدام. ربنا بيسر لنا امورنا. بس انا فعلا اللي دايما بوصي، وفي نقطه والله كنت عايزه الفت نظر الناس ليها. في ناس كتير قوي بتهتم ان هي تصلي القيام، فتقعد تسهر وتصلي قيام كتير وتتعب فتنام ما تصليش الفجر. فانا بس بقول صلاة الفجر فرض، صلاة القيام سنة. اذا انتوا عارفين انه مش هتقدروا تصلوا الفجر، لا ناموا بدري عشان تصلوا الفجر. صحيح. اصحوا قبل الفجر مثلا بنص ساعة، صلوا ركعتين 4 ركعات اللي تقدروا عليه. بس اللي اقصد اقوله الغلطه دي دايما ناس كتير بتدخل رمضان حاميه قوي، بعد كده بتبتدي ان هي تقل الحماس يقل وتفتر كده. والعشره الاخيره كلمينا بقى، لانه طبعا الساده المشاهدين بننوه مره اخرى ان دي هتبقى اخر حلقه لينا مذاعه
قبل شهر رمضان، وهنرجع لكم مره تانية ان شاء الله بعد العيد. قولي لنا بقى ليله القدر نعمل فيها ايه، يعني ادينا نصايح الشهر كله بقى، لانه ان شاء الله هنلتقي مع الساده المشاهدين بعد العيد. لا هو مش فكره نصايح، هي فكره فعلا بنحاول بقدر الامكان اولا لو متخانقين مع حد نكلمه ونسامحه. التسامح مسألة مهمة جدا. ليلة القدر المتشاحنين مش في الحسبة، يعني ربنا ما بيبص لهمش. والمتشاحنين حتى اللي جواهم غل داخلي، اللي عايز يعمل مشكلة لحد، اللي عايز ينتقم من حد، ربنا ما بيبصلوش في ليلة القدر. فأرجوكم كلموا قرايبكم، صلة الرحم، نتسامح تسامح، نتصل بناس بقالنا كتير ما اتصلناش بيهم، نقرب من بعض، نلم العيلة. طبعا حكاية الذكر، الصلاة العشر الأواخر من دول الذكر ومن الصلاة دي أهم قراءة شيء. القرآن، اعملوا كل اللي تقدروا عليه علشان حتى يقسموها، يعني عشان برضو بتبقى الستات مشغولة في رمضان وعليهم حاجات كتيرة جدا. عارفة يا داليا مهمة جدا معانا ايه؟ يعني حضراتكم تركزوا فيها. حضرتك عايز تقولي حاجة؟ يعني مرة على الأقل لازم نختم القرآن، ده أقل حاجة في رمضان. كل سنة وحضرتك بخير. دكتور هالة سكر خبيرة التنمية، دايما بتسعدينا ودايما وجودك إضافة للبرنامج جميلة. كل سنة وحضرتك بخير. شيماء خلاص يعني طيبين جميعا. هشوفك شهر لا هتشوفيني، بس انا معزومه عند داليا طول رمضان. داليا عامله لي اوبن انفيتيشن، عازماني عندها طول رمضان. سعيده جدا. ان شاء الله نلقاكم بعد رمضان. هتوحشونا بجد قوي قوي قوي، وبنحاول دايما ان احنا نخلي حياتكم سكر في مصر الجديده. استنونا بعد العيد ان شاء الله. كل سنة وحضرتك بخير. كل سنه طيبين.